لو لسه بتستخدم الشفرة عشان تشيل الوبرة يبقى لازم تشوف الفيديو ده عشان تحافظ على هدومك. النهارده هعمل ريفيو عن الجهاز الصغير ده اسمه لينت ريموفر او فابريك شيفر اللي هو بيشيل الوبرة، وده افضل من الشفرة بكتير عشان ده بيحافظ على الهدوم. ومن غير كلام كتير يلا نبدأ. اهلا بيكم اشيك واجمد رجاله في الدنيا، معاكم محمد سليم. لو دي اول مره تشوفوني اعملوا سبسكرايب وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم اشعار بالفيديوهات الجديده اول ما تنزل. جهاز ازاله الوبره لازم يبقى موجود في دولابك زي حاجتك الشخصيه، ما ينفعش تستغنى عنه خصوصا في الشتاء، لان هدوم الشتاء بيبقى اغلبها من الصوف او الجوخ، خصوصا البلطوهات، واغلب الخامات دي بتوبر مع الغسيل. الوبره بتبوظ شكل الهدوم، وعشان تستغنى عنها وتحافظ على هدومك في نفس الوقت يبقى لازم الجهاز ده. ويلا انبوكسنج للجهاز اللي معانا من شركة سوكاني، وده رقم الموديل بتاعه عشان فيه اكتر من موديل. الموديل ده شحن مش كهرباء، طبعا استخدامه بيبقى اسهل، وسعرها مش غالي. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. زي ما انتوا شايفين محتويات العلبة، يدوب كابل الشحن حتى من غير بلجة، ان هو بيشتغل دايركت على الكهرباء، وغيار للشفرات، فرشة، والجهاز نفسه زي ما انتوا شايفين تصميمه سهل وبسيط، مفيهوش اي حاجة. يدوب الظهر مكتوب عليه البراند بتاع الشركة سوكاني، في الجنب الزرار بتاع الباور، ودي لمبة الشحن، وده المكان اللي بتتجمع فيه الوبرة، والبيانات بتاعة الجهاز مكتوبة عليه. الجنب ده مفيهوش اي حاجة، وزي ما انتوا شايفين الجهاز نفسه استخدامه سهل وتنظيفه سهل كمان. حتى لو حبيت ان انت تغير الشفرة هتشيل الشفرة القديمة وتحط الجديدة. زي ما انتوا شايفين الوش الستانلس ده الفتحات اللي فيه علشان الوبرة تدخل فيها والشفرات من جوه تشيلها، وفي نفس الوقت الشفرات ما تلمس القماش، يدوب تشيل الوبرة بس. علشان كده بيبقى استخدامها اسهل وبتحافظ على الهدوم اكتر من الشفرة زي ما انتوا شايفين. وهنشوف بالاستخدام الفعلي النتيجة عاملة ازاي. ده كان هيكول عندي كنت بطلت البسه بسبب الوبرة اللي فيه زي ما انتوا شايفين. يا رب تكون واضحة وتشوفوها كويس. هنجرب نشيلها بالشفرة وهنجرب نشيلها بالجهاز ده ونشوف الفرق بينهم يستاهل ولا لأ. وهنبدأ بالشفرة، وزي ما انتوا شايفين عشان استخدم الشفرة لازم القماش يبقى مفرود وبسند بإيدي وبخلي بالي، علشان الشفرة بتبقى دايركت على القماش، لو ما خدتش بالي هتقطع الهدوم. زي ما انتوا شايفين عادي جدا زي ما احنا متعودين ان احنا بنعمل بالشفرة، بس طبعا الشفرة على القماش بتضعف النسيج مع الوقت. هنجرب بقى بالجهاز. طبعا الاستخدام اسهل بكتير زي ما انتوا شايفين، بحركة دائرية في كل الاتجاهات، وهنشوف النتيجة عاملة ازاي. حتى مش محتاج ان القماش يبقى مفرود او حاجة، عادي جدا لان كده كده الشفرة بعيد عن القماش نفسه. ولو الهدوم اللي انا بعملها مضلعة او فيها رسمة او حاجة مش هتفرق معايا، لكن بالشفرة مش هينفع طبعا. زي ما انتوا شايفين الوبرة اتجمعت ازاي، والنتيجة النهائية حلوة جدا. يا رب تكون واضحة بالنسبة لكم، وفي النهاية طبعا الجهاز يستاهل. وفي نهاية الفيديو يا رب يكون عجبكم واكون قدمت لكم حاجة مفيدة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك دلوقتي ويفعل زرار الجرس، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.